درجة حرارة الفرن بتاع الفطير، اي معجنات عامة بتبقى متوسطة، ما عدا الحاجات اللي داخلها مواد دهنية زيادة زي القراقيش، زي الكحك. انتوا فاهميني؟ ركزوا في حتة زي دي يا بنات بالله عليكم، بستحلفك بالله تصلى على حبيبك النبي. اما المعجنات عامة طبيعي بتبقى درجة حرارة الفرن بتبقى فوق المتوسط، اللي هي متوسطة او فوق المتوسط بشوية، اللي هي داخلها خميرة والمواد الدهنية مش كتير، زي الباتيه، الكرواسون، السينابون، القرص الطرية برضو. خلاص كده المعلومة وصلت، اظن انتوا فاهميني. فلو الفرن هادي على الفطير، ده اللي بيخلي الفطير ينشف منكم وبيخليه كمان يصمل. يعني ايه يصمل؟ تحس ان قاعد في الفرن كتير، فده بيخليه ناشف، ولما تيجي الفطير يبات عندك لتاني يوم بيجلد. يعني ايه كمان بيجلد؟ تحس ان تيجي تاكل الفطير كده وانت بتاكليه، مش ان هو دايب كده وبيقطم على طول، لا. يا رب تكونوا فاهميني.